بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد أفضل الخلق وعلى آله وصحبه وسلم. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. صباح العسل، صباح الفل، صباح الياسمين على أحلى متابعين يوميات صور في الريف. وبنشكركم جدا جدا، ووالدتي بتشكركم جدا جدا على التعليقات الجميلة وسؤالانكم علينا. حبايبنا واخواتنا واصدقائنا، وجودكم كلكم تجي على راسنا من فوق. بنحبكم جدا جدا في الله. ربنا يخليكم، ما نتحرمش منكم العمر كله، ولا انتوا تتحرموا مننا العمر كله. والدتي بتسلم عليكم يا جماعه، وبتقول لكم صباح العسل وصباح الفل وصباح الياسمين. بتقول ولادي وحبايبي واصدقائنا وكل حاجه حلوه. طبعا كده تعالوا نبدا الفيديو الجميل اللي انتوا شايفينه ده اوردر مطلوب مننا النهارده يا جماعه، بس مطلوب يتخبز في الفرن القش الفلاحي البلدي بصراحه يعني. عشان اللي عايزاه مخبوز في الفرن القش الفلاحي البلدي. خبزنا لها قبل كده فيه، وحبة الطعم وحبة الخبيز الجميل اللي في الفرن القش ده. بصراحة كان حبة عيش زي السكر، يجعلها بالهنا والعافية لكل اللي ياكل منه. انا ما صورتش من البداية يا جماعة العجين، واجت والدتي برضو جرست تحت عند الفرن عشان انا كنت بره عند اختي في تاني بلد وكده. ولما جيت لقيتها عجنت واترفع، وجت جرسته قدام الفرن. انا جيت بس لقيتها كده مجهزة كل حاجة، مجهزة التجريس ومجهزة كل حاجة يا جماعة. قلت لها طب ما كنت تصبري عشان اجهز معاكي اي حاجه. قالت لا انت، انا قلت لها انت هتغيبي، لما تيجي يكون انا عجنت وخلصت، وقطعنا تحت عند الفرن وعملنا كل حاجه. قلنا لها ماشي يا ست اللي انت شايفاه، ربنا يعينك ويقويك يا رب. يا دوبك خلصنا خبيز من هنا، بصراحه مش هكدب عليكم، يا دوبك لقينا الدنيا جالت خدوا. الشتاء خير يا جماعة والله، بس الحتة دي كلها بقى بس يا دوبك خلصنا وقمنا من قدام الفرن، ولقينا الدنيا جالت خدوا يا جماعة. قلنا حمدنا ربنا اللي احنا خلصنا وقمنا. الشتاء اجى مرة واحدة كده، ولا كان على البال ولا كان على اي حاجة. بسم الله ما شاء الله، اللهم صل على حضرة النبي. شفت العيش طالع عامل ازاي؟ اجت امي بقت يا سور الدنيا مغينه، الجدعانه بسرعه لعود الدنيا تشتي. قلت لها تشتي ايه؟ ده لسه الشمس غطسه. هي جات لي يا بنت الحلال الدنيا مغينه والجو مش مظبوط اليومين دول وكده كده. احنا في الشتاء يعني، احنا مش هنقول داخلين على الشتاء، لا احنا في الشتاء. الجدعانه وربنا يسهل قبل قبل الدنيا ما تمطر. قلت لها ماشي حاضر. قعدت معاها بقى كده واديتها حبه عيش زي السكر. قالت لي ريحها عليا بس وانا عليا سوا. ليه الفرن عايز واحده معاها كمان، ما ينفعش ان انا اقعد واسيبها كده هي تشتغل لوحدها يعني. قلت لها خلاص. اجى بقى اخويا السيد كان معايا برضو قاعد قصادي، والجو بصراحه مش كان مظبوط. انا كان نفسي من عينيا اخلص بسرعه. ليه الحته اللي عندنا دي يا جماعه مكشوفه، ما فيش الا الحته اللي فوق الفرن هي اللي معروشه بس. ونزلنا بقى عند الفرن القش الفلاحي البلد، ولقيت امي ملفلفه قش بعد ما طلعنا، وجبنا قش وقالت بدل الخير اجى البيت خلاص. حبينا بقى اللي احنا نخبز في الفرن القش الفلاحي البلد. بصراحه هي اللي طلبته، انا مش هطلب، مش هكدب عليكم يا جماعه، لا هي اللي طلبته. اللي خبزنا قبل كده، وهي اجت عندنا في البدايه خالص ولقيتنا بنخبز لنا. قالت طب انتوا لما اجي اطلب منكم تخبزوا لي، اخبزوه في الفرن القش يا جماعه. قلنا لها ليه ما نعملها في الغاز عشان يعني. قالت لا، اللي انتوا تاكلوا منه وانا هاكل منه، احنا مش هنتكبر. وبعدين الفرن القش ده حلو في شويه السمك والمعمر والزبديه. وبصراحه بقى كانت يعني كان خبيز زي العسل. هي الست ديت هي اصلا يعني من الريف، وعارفه معنى الخبيز ازاي، وعارفه معنى الريحه الجميله ازاي اللي بتطلع من الفرن يا جماعه. هي حابه حتى لما بنيجي نشوي لها السمك برضو عايزاه في الفرن القش الفلاح البلد. وقالت لي صوري، هي مفكره ان انا هخبز هنخبز العيش ده في الفرن الغاز. قالت لي صوري عشان اشوفه، تنشريه برضه على اليوتيوب عشان اشوف. قلت لها حاضر من عينيا الاتنين. والله والله هصور الخبيز وهصور واحنا بنخبز، وتعالي كمان شوفينا واحنا قدام الفرن، وعشان تعرفي ان الفرن احنا خبزينه في الفرن ده. قالت لي حاضر. بصراحه انا رنيت عليها قلت لها احنا بدانا اللي احنا نخلص خبيزه اهوت، تعالي بقى عشان تعرفي اللي احنا خابزين هنا. جت وانا مش هكدبكم والله، انا عارفه اللي انتوا هتخبزوا في الفرن القش الفلاح البلد. ليه هشوف قدامي وهشم الريحه وهعرف العيش ده مخبوز فين بالظبط. قلت لها ماشي على عيننا الاتنين واللي انت عايزاه. قالت ماشي. جات هبعت لكم برضو سمك تشويه في الفرن ده، وهعمل هخليكم تعملوا لي رحالي او كوماج. قلت لها اللي انت نفسك فيه. احنا ما بنقولش حد لحد لا يا جماعه، كل اللي نفسه في حاجه احنا بنعملها له والله. الفطير، كوماج باللبن، رحالة باللبن، اي حاجه مهما كان احنا بنحب الحاجه دي. وبدأنا بقى اللي احنا نخلص كده زي ما انتم شايفين. وكان احلى خبيز في الفرن القش الفلاحي البلدي يا جماعه. الريحه طعم جميل والريحه جميله جدا. وبدأت بقى اللي انا اساعد امي كده، ربنا يعيننا ويقوينا يا رب، ويبعد بس عننا يعني الحاجه الوحشه.
بس ده اللي انا بقوله كده لربنا، وبصلي وبدعي لربنا ربنا يبعد عننا الحاجه الوحشه بس كده، ويعيننا ويقدرنا انا وامي، ونعمل كل حاجه حلوه يا جماعه. والله احنا ناويين خير، وان شاء الله هنوصل بيكم بعد ربنا، وربنا يخليكم لنا وما نتحرمش منكم العمر كله. وكفايه دعواتكم الجميله دينا، وكفايه سؤالانكم جميل. يعني انت فين يا سهير؟ وسلمي لها على والدتك. انا بشكر حبايبنا يا جماعه اللي من الجزائر ومن اي بلد مهما كان، الاردن، السعوديه، اي بلد، بشكركم جدا جدا. وبشكر حبايبنا، واي دوله واي ريحه جميله كده بتيجي من الناس الحلوه اللي بتعلق لنا من احلى دوله. بشكركم جدا جدا يا جماعه والله. والدتي قالت يا سور اشكري حبايبنا كلهم. ما كانت عايزه تتكلم بس ما ينفعش اللي هي تتكلم قدام الفرن، عشان ايه؟ عندنا طيور وعندنا وز وعندنا عامل هيصه بمعنى صح. هي ما رضتش تتكلم، قالت مش عارفه مش هيسمعوني يا سوير، يعني انا لما اجي اتكلم مش هيسمعوني من هيصه الطيور والوز والبط والكلام ده. اتكلمي انت واشكرهم لي يا سهير، وقولوا لهم كل سنه وانتم طيبين، ويعودها علينا وعليكم بخير يا رب. اللهم صل على حضرة النبي. بصراحة كانوا حبة عيش زي العسل، وجعل بالهنا والعافية لكل اللي ياكل منه. وبسم الله ما شاء الله، اللهم صل على حضرة النبي. وبدأنا بقى. اخويا السيد قال يا جماعة اعمل معاكم ايه؟ قلت له يا سيد لا خليك انت قاعد قصادنا كده، ما انت هتنزل تعمل ايه؟ ما انت مش هتعمل اي حاجة. هيعمل ايه؟ مش ليه خبيز، لان هو كان نفسه من عن اللي هو يخبز معانا على المكنه والمطارح وكده لنا احنا، يعني الخبيز ده يبقى بتاعنا احنا. قلنا لا ما ينفعش يا سيدي ان احنا نخبز النهارده ده وده، كفايه حاجه واحده احنا مره تانية، عشان ده يا دوبك كده ايه زي ما انتم شايفين كده يا جماعه. مش ينفع لنا اطلع من هنا لهنا، ما ينفعش. قال ماشي يا سور. هو كان عايز يساعدنا اليوم ده عشان هو قاعد معانا وكده. قلت له لا ما ينفعش. وامي كانت عايزه تخبز لنا والله في نفس اليوم. قلت لها لا ما نلحش يا دوبك نقوم من هنا هنعجن لنا، ما ينفعش، كفايه دي حاجه ديت، وبكره ولا بعده نبقى نخبز لنا. اللهم صل على حضره النبي. شفتوا العيش عامل ازاي؟ و... والسيد اخويا احتاجنا برضو جش، طلع برضو فوق ونزل لنا جش. يعني هو بصراحه كان واقف معانا في كل حاجه. قال اللي انتوا عايزينها هعمله لكم، بس اطلبوا انتوا بس ومالكوش دعوه يا جماعه. قلنا لا لا احنا مش عايزين حاجه والله يا سيد، كفايه كده اللي انت ايه واقف معانا بالدنيا دي بحالها. بسم الله ما شاء الله، اللهم صل على حضره النبي. كانوا حبة عيش زي العسل والله يا جماعة. بسم الله ما شاء الله. ايه العسل دي، وايه الريحة الجميلة دي، وايه الحاجة التحفة دي. بسم الله. واجت شافتنا واحنا بنخبز برضو، قعدت قصادنا شوية يعني ايه، حبيت اللي هي تيجي برضو تشوف الريحة الجميلة دي، عشان ما يعني ما بتحسب اللي انا بضحك عليها وكده. قلت لها لا والله تعالي بس كده اقعدي قصادنا. رنيت عليها اجت وقعدت قصادنا وشافت العيش واحنا بنخبز وبسم الله ما شاء الله كانت مبسوطة جدا، وتقول هاتوا لي عيش، هاتوا عيش كده وانا امها كل رغيف يا جماعة وهات. وقلت لها خدي اللي انت هواكي في كلي. اللهم صل على حضرة النبي. شفتوا العيش طالع من الفرن ازاي يا جماعة؟ بسم الله ما شاء الله، اللهم صل على حضرة النبي. اهو ما خدش وقت، على طول انا ووالدتي على طول بسم الله ما شاء الله، ما خدش اي وقت خالص. وربنا سهلها وربنا عنا اللي احنا فيه يا رب. وكنت برحي لها وهي تاخد تسوي على طول. جت تسوي قعدي ورايا كده رحي وانا هسوي ومالكيش دعوه باي حاجه. اهو بدأنا بقى اللي احنا نخلص كده زي ما انتم شايفين. ما خدش اي حاجه، كان كل حاجه سهله، يعني ربنا كان مسهلها كده. بس احنا كنا بنتجدعن بسرعه عشان الشتاء، عشان الدنيا لما تمطر علينا نكون جمنا. ما لو الدنيا مطرت علينا قدام الفرن زي ما انتم شايفين كده مش هنقوم. شفت العيش عامل ازاي؟ شفتوا يعني بصراحة ربنا مسهلها يا جماعة. اللهم صل على حضرة النبي. شفتوا عامل ازاي؟ وبالذات امي بقى كانت مبسوطة وهي بتخبز في الفرن الجش الفلاح البلد. طبعا الجش كان خلص من عندنا، وبدأنا بقى اللي احنا في ايراد الرز. كل سنة وانتم طيبين. طبعا احنا اشترينا جش يا جماعة وطلعناه، بس تطلع الجش كان عندنا كان بالليل، عشان كده معرفتش اصور. ما كانش بالنهار، كان اللي بيجيب لنا الجش بيجيب لنا ايه المغرب كده. ويجي السيد بقى بالليل انا وهو نسهر ونطلع الجش بقى براحتنا كده. اللهم صل على حضرة النبي. شفتوا العيش عامل ازاي؟ خلصنا وكانوا احلى حبة عيش مخبوزين في الفرن الجش الفلاح البلدي. بسم الله ما شاء الله، اللهم صل على حضرة النبي.